اجيب فلتر في البيت ولا لا؟ وامتى الفلتر في البيت يبقى مصيبه؟ طب لو هجيب فلتر اجيبه 3 مراحل، 5 مراحل، 7 مراحل؟ وهل الفلتر السبع مراحل بيدمر الكلى؟ وامتى اغير الشمعات؟ كل ما يخص الفلاتر في الحلقه دي، ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من علم تيوب ونجاوب على اول سؤال. اجيب فلتر في البيت عندي ولا لا؟ اقول لك ده يعتمد على الميه اللي جايه لك. لو نسبه الاملاح فيها 200 وحده في المليون وبنقيسها بالجهاز ده وما فيهاش بكتيريا ولا فيروسات، يبقى مش محتاج فلتر ولا حاجه. بلاد كتير حوالين العالم بيشربوا على طول من حنفيه، زي مثلا فنلندا وايسلندا ومناطق في انجلترا. تخيلوا ساعات الفلتر بيبقى هو مصدر المشكله. تعال اقول لك ازاي. تخيل بقى انت جبت الفلتر مش محتاجه وكمان ما بتغيرش الشمعات في وقتها، اكيد هيربي بكتيريا وهيجيب لك اسهال وهيكون هو مصدر التلوث. لكن يا ابو خالو على الناحيه الثانيه، لو الميه بتتخزن فوق البيت عندك في خزانات او بتجي لك من مسافات بعيده وملوثه وفيها لون وطعم وريحه، هنا لازم فلتر. السؤال دلوقتي، اجيب فلتر كم مرحله؟ اقول لك شوف اللي هقوله دلوقتي وانت هتحكم بنفسك هتحتاج كم مرحله. فلنتخيل يا سيدي ميه فيها رواسب وصدى ولون وطعم وريحه وبكتيريا وفيروسات واملاح كتير. ليه بقول كتير؟ لان الاملاح مفيده للجسم، احنا بنشيل بس الزياده منها. عشان كده تلقى في الميه المعدنيه مكتوب مياه منزوعه الاملاح جزئيا. طب قد ايه املاح نقول كده زياده في الميه؟ معاك يا سيدي لحد 1000 وحدة في المليون تقدر تشربها. منظمة الصحة العالمية بتقول لك 500، النسبة الأمثل بقى من 100 ل 130. طب نرجع يا أبو خالو للملوثات اللي في المية دي. تعالوا كده نشوف كل مرحلة أو كل شمعة بتشيل مين فيهم وإمتى محتاج أغير الشمعة دي. الشمعة الأولى يا سيدي دي حائط الصد الأول في الفلتر، ودي عبارة عن بولي بروبلين بلاستيك ملفوف أبيض، ودي بتشيل الرواسب اللي في المية الصدى. تخيلوا في واحد لقي فيها ديدان صغيرة. ده شكل الشمعة قبل وبعد، اتحولت للون البني. انتوا متخيلين كل ده كان هيروح على الكلى عندك وانت تقول لي اجيب فلتر ولا لا؟ 80% من امراض الكبد والكلى سببهم المية الملوثة. الشمعة دي يا ابو خالو علشان هي حائط الصد الاول في الفلتر بنغيرها بدري كل 3 شهور. سمعك اللي بتقول طب واعرف ازاي ان انا محتاج اغيرها؟ اقول لك من لونها. اول ما لونها تقريبا كله يبقى لون بني يبقى كده غيرها. حلو كده، شلنا الرواسب وغيره. نروح على الشمعة الثانية ودي عبارة عن كربون نشط. دي يا سيدي بتشيل اللون والطعم والريحة، بس خلي بالك هنا في ناس بتنصب يحط لك بقايا اخشاب، كاوتشات عربيات، ده في ناس بتحط فيها رملة، المهم انها تشخلل في الاخر. عشان كده نشتريها من حد ثقة، ودي بتتغير كل 6 شهور. ملاحظ معايا يا ابو خالو احنا كل ما بندخل في المراحل المتقدمة عمر الشمعة بيزيد. طبعا الشمعة الاولى عشان حائط الصد الاولاني بنغيرها كل 3 شهور، الشمعة الثانية كل 6 شهور وهكذا. طب امتى اعرف ان الشمعة بتاعت المرحلة الثانية دي محتاجة اغيرها؟ اقول لك احنا قلنا بتشيل ايه؟ لون وطعم وريحة. يبقى اول ما تلقى لون المية اتغير او طعمها او بيجي ليها ريحة، كده شمعة الكربون استنفذت ولازم تتغير. الشمعة الثالثة ودي شمعة الكربون المصمت، دي مكملة للشمعة الثانية، يعني لو في حاجة عدت من الشمعة الثانية دي تشيلها، وبرضه بنغيرها كل 6 شهور. ندخل في الجد بقى والشمعة الرابعة ودي أساس الفلتر، الممبرين، ودي اللي بتشيل لك الأملاح الزيادة والمعادن الثقيلة. ببساطة كده زي الغربال، شايفين الغربال ده فتحاته كبيرة. طب يحصل إيه لو جبت غربال فتحاته أصغر شوية؟ طب لو جبت غربال أصغر وأصغر وأصغر؟ نفس الفكرة في الممبرين، بنجيب غربال فتحاته صغيرة جدا جدا يا دوب تعدي بس جزيئات المية وتحجز لك الأملاح بره. وعلشان فتحاته صغيرة جدا جدا محتاجين مضخة تضخ المية من خلاله، وده يا سيدي بيتغير تقريبا كل 1.5 سنة. السؤال دلوقتي أعرف إزاي إن أنا محتاج أغير الشمعة دي؟ أقول لك لما تلقى الفلتر مش بيطلع مية، ببساطة الغربال اتسد وتلقى الصرف زاد خالص عندك، أو كمان تلقى الأملاح زادت، يبقى كده محتاجين نغير الممبرين الشمعة الرابعة. الشمعة الخامسة بيسموها كربون بعد او بوست كاربون. زي ما انتم شايفين كده احنا بنرتب الفلتر ما قبل مرحلة الممبرين او ما بعد مرحلة الممبرين. وهنا المية لو قعدت شوية ممكن تعمل لون وطعم وريحة، وهنا الشمعة الخامسة دي بتشيل اي لون وطعم وريحه وبتتعمل من جوز الهند، ودي بتتغير يا ابو خالو كل تقريبا 1.5 سنة. الشمعه السادسه ودي اسمها الكالسايت، ودي بتزود لك معادن واملاح صحيه زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وبتتغير كل 2.5 سنين. الشمعة السابعة ودي شمعة الأشعة تحت الحمراء لتعقيم المية، أو شمعة الأشعة فوق البنفسجية عشان تعقم لك المية من الفيروسات والبكتيريا، ودي بنغيرها تقريبا كل 3 سنين.
يبقى أول درس نتعلمه إن مش كل الشمعات بتتغير في وقت واحد، بنبدأ من 3 شهور لحد 3 سنين. وبذكر البكتيريا يا أبو خالو في الشمعة السابعة، مين اللي بيحمي المية من البكتيريا؟ أيوه الكلور اللي بنعقم بيه المية. والكلور ده بيتشال في الشمعة التانية لأنه مضر للممبرين ومضر كمان لصحتنا. لكن خلي بالك كويس، لما بنشيله من مية كده المية موجودة بدون حماية. أبسطها لك، بمعنى ان المية اللي طالعة من الفلتر دي مية ما فيهاش كلور، وبالتالي ما ينفعش اخزنها واقول تعالى يا واد اشرب من مية الفلتر مخزنينها. طبعا الكلام ده غلط. ان كان ولا بد نخزن مية الفلتر في التلاجة عند درجة حرارة 4. وهنا ليه 4؟ لان البكتيريا ما بتنموش في درجة الحرارة دي. وعشان كده برضو اوعى تشتري فلتر، وخصوصا في مصر ما فيهوش وحدة التعقيم بالاشعة الفوق بنفسجية. ده ليه؟ انت ساعات بتكون جايب الفلتر مش عشان الاملاح كويسة، انت بتجيبه عشان يعقم لك الميه من البكتيريا والفيروسات. حلو كده، الميه بتاعتنا اتنقت من كل الملوثات اللي شفناهم. انت بقى شوف الميه اللي عندك فيها ايه من الملوثات دي، هتعرف هتحتاج كم مرحله. اخر سؤالين نجاوب عليهم يا ابو خالو. اول واحد منهم، هل الفلتر ال7 مراحل بيدمر الكلى؟ يعني مثلا لو املاح الفلتر اللي طالعه 15 20، احنا قلنا الممتاز 130، طب لو الاملاح قليله جدا كده وقريبه من الميه المقطره ممكن تدمر الكلى؟ اقول لك يا ابو خالو على المدى البعيد دي مش صحيه، وخصوصا لو انت عندك اطفال اقل من 5 سنين، محتاجين طبعا الاملاح والمعادن دي في بناء جسمهم. كمان الميه اللي بالاملاح القليله دي هتلقى طعمها مر، ميتاليك تيست، وبتخلي كمان الميه حامضيه، ده غير انها بتشيل الاملاح المعدنيه المفيده للجسم. من الاخر كده يا ابو خالو، على المدى البعيد الميه دي مش صحيه. هتقول لي طب ايه الحل دلوقتي؟ اقول لك اول حل منهم ان احنا نخلط الميه، بس نخلي بالنا ان الميه اللي هنخلطها دي ما فيهاش بكتيريا ولا فيروسات. او ممكن نزود شمعه الكالسايت، ودي اللي بتزود الاملاح والمعادن الكويسه للجسم. او ممكن يا سيدي تحط شمعه القلويه الالكالاين. واخيرا امتى الفلتر يربي بكتيريا ويبقى مشكله؟ لو حضرتك جايب فلتر اكبر من عدد افراد الاسره والميه فيه راكده ومش بتغير الشمعات في وقتها، اكيد طبعا هتنمو فيه البكتيريا. وكمان يا ابو خالو لو بتسافر بالايام تبلبط على الشط وسايبه لوحده في البيت، اكيد طبعا هتنمو فيه البكتيريا. الكلام ده اكتر للفلتر ال3 وال5 مراحل، لان الفلتر 7 مراحل في مرحله لتنقية وتعقيم البكتيريا. يبقى الاحسن في العموم ان الفلتر يشتغل على طول، الشمعات نجيبها من حد ثقه، نغيرها في ميعادها، وننظف الفلتر. لو عندكم اي اسئله بخصوص الفلتر اكتبوها لنا في التعليقات تحت وهنرد عليكم. بس بلاش ارجوكم السؤال ايه احسن فلتر واحسن براند والكلام ده، احنا ما بنعملش دعايه لحد. انتوا بقى اكتبوا الانواع الكويسه اللي جربتوها وطلعت ممتازه. ونروح دلوقتي لفقره الشعر العربي. وفقره الشعر النهارده مش معروف مين اللي قالها، لكن اللي قال الابيات دي يستاهل نوبل. يا ريت اللي يعرف مين اللي قال الابيات دي يكتب لنا في التعليقات تحت. ابيات بعنوان يا ليتني. تعال نسمع بتقول ايه. يا ليتني لم أقل أف لها أبدا، وليتني لم أرق دمعا لعينيها، وليتني عشت مملوكا لخدمتها أزل عزة نفسي عند نعليها، وليتني لم أنم نوم الخلي وقد جافى لأجلي لذيذ النوم عينيها، وليتني كنت جبرا عند دمعتها، وليتني كنت جبرا عند دمعتها أعطي لها ما تمنت من أمانيها، وليتني عندما كانت تقبلني سرقت رائحة الجنات من فيها، وليتني عندما كانت تهدهدني بقيت طفلا تداريني بكفيها. أمي وأحسب أني حين ألفظها لا شيء في هذه الدنيا يساويها. أمي وأحسب أني حين ألفظها لا شيء في هذه الدنيا يساويها. لا شيء في هذه الدنيا يساويها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. Alma Tube is good. Alma Tube is good.